السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غندير معكم حيل وتدابير اللي غادي تنفعنا في هذا الفصل الشتاء. المهم بقاو معايا وندوزو كما كنعرفوا هكا العيالات الا بنا نحطوا هكا مريقه في الطبسيل ولا في هذا في الطاجين. انا اليوم جبت لكم هكا الطاجين. المهم لا بد ما واخا نجبدوه نقي من البلاكا، لا بد ما نشللوه باش نتهناو، لا بد ما نشلو عنده في هذيك المريقه. المهم ملي كنشللوه بهكا بالماء بارد بلا روبيني كيبرد لينا، هو اللي كيخلي لنا الطاجين ولا الطبسيل ديالنا كيبرد. المهم بدل ما التتبيله ديالنا ديال اليوم، بدل ما نشلو بالماء بارد غنشلو بالماء السخون. نشدو الماء السخون نفرغوه في الطبسيل ديالنا او الطاجين صافي، وكندوروه بحال هكا وصافي كتشد لينا الطاجين ديالنا، تيشدنا ديك السخونيه ديال داك الماء السخون، ومن بعد كنخويو فيه هذيك المرقه وبهكا ما تيبردش لينا. الى الثانيه هي هاد الماس ولا دوك المقدات اللي تيكونوا هكا اللي كنخدموا بهم في العيد، ملي كنساليو بهم وكيضوا العام بحال هكا كنجيو كنلقاو فيهم هذاك الصدى. الا بينا نحيدو الصدى راهي هذاك الكاريت ديال الجبس ندوزو عليهم وي غادي يحيد هذاك الصدى. وإلا بغينا نحيدو نتفاداو هذاك الصدى نشدو داك الماس والمقده وداك الشيء اللوازم كامله ديال عيد الاضحى ملي نساليو بها نغسلوها مزيان ونشدوها ونمسحوها مزيان ونشدوها. نديو واحد الطبقه ديال الزيت تكون خفيفه هكا في يدينا وندوزو على هاد الماس والمقده وداكشي مزيان بهذيك الزيت صافي، وكنشدوهم كنغلفوهم بسميتها بالميكا ولا السيلوفان. راه كيبقاو شحال ما جلسوا راه ما كيكونوش هكا مسدين. وحتى بالنسبه لهاد الماعن اللي تيكونوا عندنا بحال هكا شي ماعن ديال النحاس ولا هذا لينوكس ولا الالومنيوم، واخا لينوكس ما كيسدش الا كان شي ماركه زوينه كنشدوهم ملي كنساليو منهم ونظفوهم كنديروا لهم واحد الطبقه هكا ديال الزيت رقيقه كنغطيوهم كاملها بهذيك الزيت وكنغلفوهم كما قلت لكم بهذيك الميكا وتيبقاو شحال ما جلسوا ما كيتصداو ما كيطرى لهم حتى حاجه. المهم كنتمنى هاد التدبيرات تطبقوها وتعجبكم. دابا الحيله اللي غادي تهنينا مع داك المشكل ديال الكحه، المشكل بحال هكا الوليدات اللي تيكونوا مخنوقين من الصداع ديالهم وديك الكحه اللي كتكون مده طويله، غادي نهنيكم انا منها بهاد التدبيره اللي صراحه مجربه من الناس القدام. هكا كتلقاي بحال هكا الاكطريه ديال هكا الفراغات دوك اللي كيفرغوا الداي الصغار اللي كيجيو الاعشاب وداكشي كتلقايهم كيشدوا اما الجورنال هكا. الجورنال كتشديه، انا عندي هنايا هاد الكاريط. المهم الا ما عندكش الجورنال تدي اما هاد الكاريط اما هذاك الكاريط اللي تيكون مغلف بهذاك القلب ديال السكر كتشديه قبل ما تديه عليه الزيت كتشدي يديك كديها فوق تجيبي سميتها بوطه صغيره قدام هكا. الا عندك شي وليد صغير تتغطيه وكتجيبي بوطه صغيره في البيت وكتشدي يديك كتسخنيها مزيان فوق ديك البوطه وكتشدي كتمسدي ليه صدرو ولا كرشو هكا مزيان وعاود تسخني يديك في فوق البوطه مزيان وتعاود تمسدي ليه الظهر ديالو كيشتو السدا ديالو مزيان حتى تيسخن مزيان. وكتشدي هذا الكاريط ديالنا ولا الجورنال الا ما لقيتوش الجورنال كما قلت لكم الكاريط هكا ديال السكر وكتشدي وكتفرغي فيه الزيت ياك وكتشديه نتا دهني مزيان وكتحطيها فوق هكا البوطه كتقلبيها فوق هكا البوطه وتتسخني مزيان هكا تيسخن مزيان هكا بحال هكا نوريكم. كتشديه تسخني مزيان 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 حتى تيبان لك سخن وكتشديها كتحطيه فوق السدا ديال الولد ديالك، ماشي كتحطيه فوق الحوايج كتحطيه ديريكت فوق السدا ديال الولد وكديري عليه الحويجات ديالو وكتغطيه مزيان وكتبع هاد العمليه مده ديال 3 ايام. راه ما تيبقاش داك المشكل ديال الكحه ولا داك الصدر اللي تيكون مخنوق ولا ديك التخاخيشه اللي تتكون في الصدر هكا راه كتهني منها. وهاد الطريقه كما قلت لكم راه مجربه كانوا تيديوها جدواتنا وداكشي الناس القدام وداكشي راه زوينه كتسخن الصدر ديالك وما تيبقاش هذا المشكل. المهم كنتمنى التدابير ديال اليوم ينالوا الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش باللايكات وما تنسونيش بالاشتراك اللي مازال ما اشتركوش وتهلاو فاسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.